هذه المصيبة الضخمة في عنق من؟ من الذي قتل الحسين بن علي رضي الله عنه؟ القضية قضية غدر. نعم. يعني هؤلاء غدروا بالحسين، ولكن لما كانت المصيبة عظيمة جدا فحاولوا أن يلقوا التهمة على أهل السنة. نعم. أنهم الذين قتلوا الحسين. نعم. ولكن قتلة الحسين هم شيعته. وشيعته كما أبدا. قتلوه من حيث خذلانه، قتلوه من حيث المباشرة للقتل، وبأسيافهم قتلوه رضي الله عنه. عجيب عجيب عجيب. نعم. هذا أمر عجيب جدا، لكن القوم لا يقرؤون، ولو قرأوا لأراحوا. نعم، لا شك في هذا. وهذا كلمة شيعي تطلق، يعني في البداية أطلقت من المشايعة وهي المناصرة. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أنصاره السائرين على طريقه. فشيعة الرجل أنصاره. وإذا كان يقال شيعة علي وشيعة معاوية وشيعة عثمان، يعني أنصار علي وأنصار عثمان وأنصار معاوية وهكذا. ولذلك علي رضي الله عنه كان يشكو من أهل الكوفة. أبو سعيد الخدري لما أراد الحسين أن يخرج إلى الكوفة قال: لا تذهب، فإني قد سمعت أباك يشكوهم. نعم. يشكو أهل الكوفة هؤلاء. ولا أتكلم عن أهل الكوفة اليوم، نعم. أتكلم عن أهل الكوفة في ذلك الزمان، ذلك الوقت. نعم. نعم. وكان علي رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة: أقومكم غدوة ثم ترجعون إلي عشية كظهر الحية. علي بن طالب يقول عنه. نعم. يقول: لوددت أن معاوية صارفني فيكم صرف الدينار للدرهم. لا حول ولا قوة. أعطيه 10 ويعطيني واحد من أهل الشام. من كثر يعني علي متضايق. نعم. من هؤلاء القوم. لم يكونوا كما يريد. نعم، لا شك. خذلون. والحسن كذلك كان يشتكي منهم رضي الله عنه، وكان يقول: يعني إنما يعني بغضني فيكم قتلكم أبي، أي من أنصاره السائرين على طريقه. فشيعة الرجل أنصاره. نعم. ومحاولة قتلي وانتهاب متاعي. نعم. كل هذا فعلوه. ثم الشيعة الأوائل الذين صار هذا اللقب خاصا بهم، وهم شيعة علي رضي الله عنه، هؤلاء كانوا فقط يفضلون عليا على عثمان، أو كانوا وقفوا مع علي ضد معاوية في صفين، فكان يقال لهم شيعة علي. طيب، واستمر هذا اللقب عليهم، ولم يكن هؤلاء عندهم غلو، ولا كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر فضلا عن سب الصحابة. ما كانوا يسبون الصحابة، ولا كانوا يقولون بتحريف القرآن، ولا يقولون بالطواف حول القبور، ولا بدعاء غير الله تبارك وتعالى، ولا بالبداء، ولا بالرجعة، ولا غير ذلك من المنكرات. وهؤلاء كانوا يقال لهم شيعة، وفيهم أفاضل من أهل السنة، وفيهم أفاضل من أهل السنة، وفيهم أفاضل من أهل السنة، لا شك في هذا. وكانوا يقال لهم شيعة علي، لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك صار هناك قوم يقال لهم الشيعة، الذين يعني أحبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، أو ناصروهم، أو وقفوا معهم، أو صاروا معهم. هؤلاء أيضا لم تكن لهم حسينيات في ذلك الوقت، ولا مساجد خاصة بهم، ولا عقيدة خاصة بهم، بل عقيدتهم عقيدة أهل السنة. كل ما في الأمر أن يميلون إلى أهل البيت أكثر من غيرهم.
أما الذين يعني بعد ذلك في القرن الثالث الهجري فما فوق، من كان يقول بتحريف القرآن، أو من كان يقول بالرجعة، أو من كان يقول بالدعاء غير الله تبارك وتعالى، أو بالطواف حول القبور، أو بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن القول بكفرهم، فهؤلاء لا يوجد ولا راوي منهم في كتب الحديث، لا في البخاري ولا في غيره. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: فيوجد من أمثال هؤلاء الشيعة رواة كثر في الصحيحين، ولكن لا يوجد راوي واحد رافضي في الصحيحين أبدا، يعني يسب الصحابة، ولا رافضي يوجد في الصحيحين. فقضية الشيعة في السابق غير الشيعة الآن، وين اختلاف عظيم جدا. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال بتاع البيوت النسوية، لوددت أني لم أركم، يعني تمنيت ما أشوفش وشكم. شوف ما علينا يعملوا له إيه، وكله عشان علي ونقتل ونكفر عشان علي ونكفر. هو مش طيقي، مش زي واحد لك أنا بموت في فلان، يقول لك أنا بكره خيك، مش عايز أشوف وشك، أنا مش انتعار، يقول لك انا برضه عشان لا بل عقيدتهم عقيدة أهل السنة، لا شك في هذا. وكان يقال لهم شيعة علي، لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفيهم أفاضل من أهل السنة. يا زين المصريين لما يقولون يقتل القتيل يمشي بجنازته، يقتل القتيل يمشي بجنازته، هكذا. فأنا أقول لهم الآن من هذه القناة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة: ألا لعنة الله على قتلة الحسين، ألا لعنة الله على قتلة الحسين، ألا لعنة الله على قتلة الحسين. من قتل الحسين فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. بل عقيدتهم عقيدة أهل السنة. يعني دعوا عنكم دعاوى بعض المهرجين في المنابر وكذا، ويبكون ويتباكون، والحسين حسين حسين، هم قتلة الحسين، ويخفون عنهم الحقائق. وفيهم أفاضل من أهل السنة.